هو شوف، هو العمليه ديال الايجابي ملي كتجي لشي واحد كتجي بشروطها. ف ركراكي ماشي هو اللي اقترح، لا اعتقد انه هو اللي فكر في العائلات انهم يمشيو، الامهات يمشيو. وربما الحافز الاول ان هذه الدوره ديال هذا الكاس العالم تجري في دوله عربيه خلات على ان الناس يمشيو، وربما رئيس الجامعه، ربما ولكن هو كله في حلقه من يدور في فلك المنتخب الوطني هو من اقترح هذه الفكرة. لماذا؟ لأن الإنسان المغربي بطبيعته عاطفي، يتأثر بسرعة إيجابيا ويتأثر سلبا بسرعة كذلك. فربما أعتقد أن الحالة ديال زياش وحكيمي أوحت لمسؤول ما أن هاد الوليدات هادو مرتبطين بالأمهات ديالهم كأنهم كما لو كانوا دي بيبي. وهذه مسألة مزيانة غادي تكون في الكوتش، في الكوتشين تكون مزيانة في يطلعوا المورال، ما يسمى بلا مونطاليتي عند اللاعب، يكون عنده المونطال مزيان. فاختاروا أنهم يديو، كان ممكن يديو هاد الوالدين ديالهم ما تكون والو. اوغوزمون أن هاد الوصفة هذه اللي داروها، منها أن الدولة عربية، منها كاينة جالية كبيرة كاينة في قطر مغربية، منها المساهمات اللي داروا جهات رسمية أنهم خفضوا التذكرة ديال الطائرة وعاونوا الناس أنهم يتواجدوا بشكل كبير يشوفوا المباريات ديال المغرب، منها العائلات ديال اللاعب. فهي توليفة كلها ما قام به الركراكي مع زياش، حتى ان الفيديوهات تبينوا ان كاين واحد لا سامبيوز ما بين اللعابه وستاف تكنيك كبيره ما يمكن لها الا تنجح. فازيد على انه حتى خليل زيتش حتى هو راه مساهم في هذا الشيء، لانه لولا ذاك العكس ديالو ما كانش غيبان لنا الانفراج اللي كاين دابا مع الركراكي. فالدراري كانوا مزموتين وكان ما عرفت شنو، ما نبغيش ندوي على معطيات ما كنعرفش عليها بدقه ولا يجب اننا نرجعوا لها، انما خدينا من هذا الجانب ديال انه مجموعه ديال العناصر اجتمعت وعطات لحد الان نجاح، فهنيئا لنا كمغاربه. ولكن مستقبلا انا ما غنعولوش حيت مشات موت فلان ولا بوات فلان ولا هذا. النيه وهي الاخلاص، كلمه النيه تعني حتى في الشرع حتى في الدين حتى في الاخلاص، لا سانسيريتي، الصدق، ان تكون صادق، ان تعطي كل ما عندك. النية بالنسبة للجمهور الاعتقاد بأن هاد اللاعبين عطاو الماكسيموم ديالهم، ما جابش الله التيسير، الله يحسن العوان. في هاد جهة الجمهور النية هي أنك تثق في مجهود اللاعبين وتعترف لهم به. عند اللاعبين هي الصدق، سي لا سانسيريتي اللي ما كانتش موجودة. كان واحد مثلا كيجي، لن نذكر أسماء ولكن معروف أن كان كيجي للمنتخب باش يطلع راسو في السوق، كيجي الماناجر ديالو كيقول له ودي دخلوا لي يلعب وكذا، ومهم باش نبدا نيغوسيكم جوار انترناسيونال. الان مع الركراكي لاحظنا ان الناس يدواف ميريتي لوغ بوست، ناس خصها تستحق المكانه ديالها. ولاحظنا ان مفهوم الاحتياطي ما بقاش كاين في المنتخب. الان العيب في اللعبه لان كتدخل غير 11 لاعب، اما اللعابه اللي عندنا جالسين كلهم فالابل. كاين اللي كتدخلوا في دقه 60 وكيعطيك، في دقيقه 80 وكيعطيك، كاين اللي كتدخلوا في الاشواط الاضافيه. يعني مونطالمون السيد راه خرج من المباراه كاع وكيدخل وكيجيب الله تيسير وكيدافع مع خوتو وكذا. يعني نتمنى ان انا لا انظر الى كاس العالم. كاس العالم يعني حققنا فيه الهدف الكبير ديالنا ومازال ان شاء الله نحققه الى مدى معين، ولكن هذه التوليفه لا يجب أن نفرط في كأس إفريقيا المقبلة، لأن الآن عندنا القوة الضاربة باش نمشيو لكأس إفريقيا. وماشي المهم هو المشاركة، لا، الحصول على الكأس، وذلك ما نتمناه. وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني فيما تبقى من المباريات.